بيبدأ الفيلم مع طفلين اخوات قاعدين على البحر بيصيفوا ومعاهم عمهم اسمه رون. بيتخانقوا مع بعض. رون بيروح عشان يفض بينهم ويحاول ما يخليهمش يتخانقوا ويلعبوا مع بعض. بيسيبهم وبيروح ينظف المكان. اثناء ما هم بيلعبوا مع بعض في خطوره عليهم لوحدهم وفي حاجه بتتحرك في قاع البحر. فجاه القرش بيطلع عليهم من تحت ويمسك اخوه وبيحاول يشد اخوه من بق سمكه القرش بس ما بيقدرش. سمكه القرش بتموت اخوه قدام عينه. وبعد 20 سنه إيلين بيرجع تاني عند المكان اللي مات فيه اخوه بسبب القرش. بيخش مطعم عند بنت اسمها ليزا شغاله فيه وبتقول له انا عارفاك، احنا كنا مع بعض من 20 سنه في المدرسه. بس هو مش فاكرها خالص. بتقول له الناس هنا كلها فاكراك من ايام الحادثه اللي حصلت لاخوه. الحادثه دي مشهوره ولسه مأثره لحد دلوقتي لدرجه ان في هنا بطوله للصيد عملت تحت مسمى اخوه علشان الناس تفضل فاكراه. اثناء ما هما بيتكلموا دخل عليهم رون اللي كان معاهم هم صغيرين بيفتكروا بعض بس ضربوا عشان سابهم لوحدهم. ساعتها بيقول له انت سبتنا لوحدنا على الشاطئ لما كنا صغيرين ومشيت والقرش طلع من غير ما تحذرنا، سبتنا لوحدنا، احنا كنا اطفال وما كناش نعرف اي حاجه. رون بيعتذر له وبيقول له انا قلت لكم وقتها ما تروحوش عند الميه عشان في هناك تحذير، ما اعرفش ان سمكه القرش هتخترق السد وتعدي. وهو راكب على المركب ويصطاد بيلاقي سنارته بتغمز. بيحاول يشد عشان يعرف حجم السمكه اللي هيطلعها عامله ازاي بس بيلاقيها في الاخر نص سمكه. فبيبص بعيد بيلاقي القرش حواليه في كل مكان. ساب المكان وهرب. بنروح للعمده بتكون اسمها سيتوارد من ويليامز انه يروح عند السد ويعمل ثقب فيه وهتديله 15,000 دولار، وده لان في بطوله صيد هتتعمل والسمك موجود بره السد وهي عايزه السمك يخش جوه السد علشان يقدر يخش المدينه وعلشان يقدروا يعملوا بطوله الصيد اللي بتجيب لهم ارباح كتير. بيقول لها موافق هعمل كده بس بشرط ان ما يكونش في اي خطوره عليا. وكل ده ما يعرفش ان في هناك اصلا سمكه قرش بس هي بتكون عارفه وبتحاول تخبي الموضوع وان العمل ده بيبقى غير قانوني لان ما ينفعش انها تعمل ثقب في السد عشان هيبقى في خطوره على المدينه. بيخش على العمده متعصب باخته بيقول لها انا كنت بصطاد بره السد ولقيت قرش بره. بتقول له ازاي وصلت هناك والمحيط بعيد عننا وبتحاول تستهزأ بالموضوع وبتحاول تداري انها عارفه ان في قرش. بتروح عشان تبلغ الناس ان مفيش اي داعي لالغاء البطوله وان الصيد موجود في محله وان هيتم تحت مسمى ريمون. فبتخرج وبتكلم ويليامز بتقول له انت جاهز ولا لا؟ بيقول لها انا جاهز وكل معداتي جاهزه. ترد عليه تقول له روح عند السد حالا، حط القنابل بتاعتها تحت الميه عند السد بالظبط، اعمل ثقب كبير بس تكون قنبله كبيره، تعمل ثقب يقدر انه يدخل كميه كبيره من الاسماك بس بشرط الثقب ده ما يبانش من فوق الميه. هو بيروح له ويقول له انا سمعتك كنت بتكلم في سمكه قرش هناك يبقى في خطوره جامده عليك. وهي ما ردتش تقول لك الكلام ده فبيتوتر شويه لانه ما كانش يعرف ويقول له شكرا على التحذير. وبعد ما عرف المعلومه دي اتصل بيها تاني وبيقول لها ان اخوك وقفني وقال لي ان هقابل الاسماك المفترسه علشان كده السعر هيختلف وهيزيد. بتقول له نفذ المهمه وهدي لك 10,000 دولار تانيين غير ال 15,000 اللي احنا متفقين عليهم، يعني كده هتدي له 25,000 دولار. بياخد المتفجرات ويبدا يروح السد بيجهز المعدات بتاعته ويغطس تحت ويوصل لآخر السد عند آخر نقطة تحت وبيحط المتفجرات وبيطلع تاني بيتك على الزرار اللي عمل بيه المتفجر وبيفجر المكان وبيقدر يعمل ثقب فيه وبينزل تاني عشان يتأكد. وفجأة القرش بيظهر له وبيهاجمه وبيحاول يهرب منه ما بيعرف فبيموته. بيروح لاخته يديها الآثار اللي باقية من موت ويليامز بعد ما القرش قتله. بيروح يقابل واحد اسمه بوب بيعرفه ان في سمكة قرش موجودة وعايزين نصطادها وبيكلفه بالمهمة دي وبيحمسه وبيقول له انت هتبقى اول واحد يصطاد سمكه القرش. رون بيروح لإيلين بيقول له ان سمكه القرش اللي قتلت اخوك لسه عايشه لحد دلوقتي. فإيلين ما بيكونش مصدق لان عدى عليها 20 سنه. فرون بيقول له سمكه القرش ممكن تعيش اكتر من 70 سنه عادي. بيحاول انهم يلاقوا خطه عشان يخلصوا من القرش علشان ما يأذيش حد تاني. فبوبي بياخد المركب بتاعته بيروح يدور على القرش على امل ان هو اول واحد هيصطاده وهيبقى عمل انجاز في تاريخه. فبيرمي له دم عشان يشد انتباه القرش. فبيلاقي فجأة المركب بتهتز وبيرمي الربح ويصطاد القرش ويلاقي انه جذع شجرة مش القرش. ويبص الناحية التانية بيلاقي القرش جايله من الجهة التانية بيشد الربح من الخشبة وبيرميه على القرش فبتيجي فيه ومش بيقدر يشد القرش فبيخبط المركب جامد ويوقعه على الحديده وبيموته. برون بيحاول يتصل ببوبي وما بيردش عليه فبيقوم عشان يروح البحر يشوفه. بياخد المركب بتاعته ويروح يدور عليه بيلاقي اثار رمح مكسور وبيبص وراه بيلاقي القرش حواليه في كل مكان. بيخبط المركبه بتاعته فبيحاول يصطاد القرش ويرمي عليه الرمح بس ما بيعرفش يجيبه. فبيجي يدور المركبه عشان يمشي بيلاقيها عطلانه فبيحاول يمد ايده يجيب الرمح القرش بيطلع له وبيقدر يجيبه ويستناها تطلع تاني. فبيرمي عليها الشبكه وبينجح انه يشيل حركتها تماما وبيرمي عليها الرمح وينجح انه يعورها وبيبقى فرحان انه خلاص فكر انه خلص منها. بس الرمح والشبكه حجمهم
جنب حجم القرش لا يذكر، حاجة صغيرة خالص، فبتهرب منه. بيرجع للشاطئ عشان يحذر الناس ان في سمكة قرش قريبة، فبياخدوا بالهم وبيهربوا فورا. بتحاول انها تهرب، القرش بيلحقها ويمسكها، بس روين بيلحقها. بتيجي ليزا بتقول له ايه اللي حصل، بيقول لها ان سمكة القرش هجمت على اختك، وفي عربية إسعاف جت خدتها ومشيت. وبيقول لإيلين إن القرش اللي هجم عليها هو نفس القرش اللي هجم عليكم وانتوا صغيرين. انت بتقعد تقول إن أنا سبتكم وانتوا صغيرين ومشيت، وأنا ما مشيتش، وكل يوم وأنا رايح أنام بفكر في اللي حصل. فالاتنين بياخدوا المركب والرمح وبيروح عند السد، وبينزل تحت وبيلاقي في ثقب كبير جدا حصل في السد. فبيطلع يقول لروين في ثقب كبير هنا، وبيقول له اننا لازم نصلحه باي طريقه، هياخد شهور عشان يتصلح، بس لازم نلاقي طريقه في اسرع وقت نصلحه بيها قبل البطوله، والا هنلغي البطوله. بيقول له عندي فكره، هستخدم الشبكه دي وهستخدم معاها مقاوم القرش مصنوع من الفولاذ. بينزل الميه عشان يحاول يسد الثقب اللي في السد بيها. بينزل عشان يبدا يحط الشبكه، القرش بيظهر وبيجي وبيطلع بسرعه من الميه. بعد ما شافه لسه هيهجم عليهم، ضربه بالرمح ورجعه تاني وعوره. بيقعد يقول هو نفس القرش، نفس النظرة اللي انا شفتها ايام ما كان بيقتل اخويا. بيروحوا لواحد اسمه جيري بيبلغوه عن اللي حصل، وبيكون مسؤول كبير هناك. بيقول ليهم ازاي في ثقب، المفروض ان العمده مسؤول عن كده، ويبدا يشك فيها. وبيقول ليهم انا هحطها تحت المراقبه عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. ليزا بترجع من المستشفى تقول ليهم اللي حصل ان العمده مش هتلغي المسابقه وهتتعمل، وفي جايزه كبيره قوي للي هيقتل القرش، وعايزه تستغل وجود القرش في جذب السياح حتى لو كان في خطوره على الناس. هو بيقول ليها انت اللي بتعمليه ده غلط، محدش عنده خبره في اصطياد القرش قدي، انا اللي هاخد الفرصه دي ان انا اصطاد القرش، والناس كلها معرضه للخطر. بتقول له خلاص احنا لازم نخلص من القرش في اسرع وقت. بيهجموا عليها فجأة ويقولوا ليها لازم البطولة تتلغي، والسد والثقب اللي فيه لازم يتقفلوا حالا. بتقول ليه مش هنعرف نصلح الثقب غير لما القرش يموت الاول، مش هنعرف نشتغل في السد غير لما البحر يكون في امان من غير قرش، وهي اصلا اللي عملت الثقب عشان حجتها تعمل بطولة لقتل القرش وتعمل عليها جايزة، وتعمل برضه جايزة لأحسن واحد هيصطاده، وبيكون في بطولة لاصطياد السمك هناك، وده هيجيب سياح كتير للبلد، فبالتالي هيجيب أرباح كتير. أنا بعت أخويا عشان يأمن المكان هناك ويتعامل مع الموقف، هو خبير جدا مع القرش، بمجرد ما نقتل القرش الحياة هتكون في أمان. مع بعض إنهم يخرجوا الصيادين من المكان فورا. بيجهز المعدات بتاعته ويصنع محلول اسمه استريكنين. المحلول ده بيكون مسمم عشان يرميه على القرش عشان يحاول يتعامل معاه، وبيرمي ليه دم عشان يعرف يقربه ناحيته ويلفت انتباهه. فالقرش بيظهر له، بيجيب البندقية بتاعته ويستناه. ومن الناحية التانية إيلين وروين بيخرجوا الصيادين من المكان علشان في خطر عليهم. فجأة القرش بيطلع له تاني، فبيتخض ويقع على المحلول المسمم اللي هو عامله، فبيقع عليه وبيموته، وبيوصلوا له بيلاقوا ميت. اتفقوا مع بعض التلاتة انهم يجهزوا اسلحة ويجهزوا العربية بتاعتهم ويحاولوا يلاقوا طريقة يخلصوا بها من القرش. والعمدة راحت بالمركب رمت دم عشان تجذب القرش ناحيتها وتخلي القرش يبعد عن مكان البطولة. ومن الناحية التانية بيجهزوا المركب بتاعتهم، بيروحوا البحر ويمشوا ورا الدم، عايزين يروحوا عند العمده. فبيروحوا ليها يقولوا لها وقفي اللي بتعمليه، وكان لازم البطوله تتلغي، واللي بيحصل ده كله غلط. فبتكرر رفضها تاني، لازم البطوله تحصل في وقتها. بتقول له من 20 سنه قتل اخوك حصل ان السد فتحناه، وبيكتشف ان هي السبب في وجود القرش اصلا. كل ده عشان كان عايز السمك يخش عشان البطوله تحصل، والقرش دخل وكانت السبب في قتل اخوه. بتقول لهم المدينه على وشك الافلاس، عملت كل حاجه عشان انقذ المدينه، انا اللي عملت الثقب في السد، كنت مفكره ان ده هينقذ المدينه، بس دلوقتي عرفت انه خطر على المدينه. فجاه القرش بيطلع وبياكلها وبينزل تاني، وليزا بتقع في الميه والقرش حواليها في كل مكان، وإيلين بيتخيل اللي حصل مع اخوه. روين بيقول له مش هخسر حد تاني، ونزل في الميه عشان يلحقها. فبيقول لها اطلعي انتي ما تبصيش وراكي، والقرش بيهجم على روين، وإيلين بيحاول يصطاده وبيخبط الرمح في بقه ويطيرها منه، ما بيقدرش عليه. بيمسك الشبكه اللي عملها هو وروين وينط في البحر، وبينجح انه يدخل القرش جوه الشبكه، وينزل يمسك الرمح ويضرب القرش ضربه ورا ضربه لحد ما بيموت تماما، وينجح انه يصطاد القرش وبيفقد الوعي. وليزا على الشاطئ بتحاول تفوقه، وبيطلع انه عايش ما ماتش، ويقول لها انا خلصت من القرش، مفيش حاجه اسمها قرش تاني، وبيخلص الفيلم.